ما كاينش اللي ما سمعش بالجريمه اللي وقعت في عين السبع واللي راح ضحيتها ثلاثه ديال الاشخاص. في 30 اكتوبر من سنه 2023 كيتفاجئوا سكان سيدي حجاج. واللي ما عارفينش المنطقه ديال سيدي حجاج هي واحد المنطقه تابعه لمديونه. انه البوليس والدرك الملكي جاو وطوقوا المنطقه، والناس ديال ديك البلاصه ما عرفوش شنو السبب. واللي غادي يكون انه واحد السيده تعرف بواحد جريمه قتل، سيده مسنه واللي عندها 72 سنه، قتلها ودفنها في دارو. السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تدعمونا بلايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم اي جديد كنحطو في القناه. القصه ديال هاد النهار صايبه على اي واحد يتقبلها، ولكن فيها نصائح وبزاف ديال الحوايج اللي يقدروا ينفعوكم في حياتكم وما يوقعش ليكم كيف ما وقع لهاد السيده اللي قتلها هاد السفاح ودفنها في دارو. السيده اللي غندويو عليها دابا كانت واحد الانسانه ميسوره الحال ساكنه في فيلا بوحدها في مدينه الدار البيضاء وبالضبط في عين سبع، وعندها 72 سنه. واحد النهار قبل من شهر ونص كانت غبرات وحتى حد ما عرفها فين مشات ولا شنو وقع ليها. عائلتها وولادها بقاو كيقلبوا عليها وكيعيطوا ليها في التليفون، ولكن تليفونها طافي. بطبيعه الحال مشاو داروا شكايه على الاختفاء ديال الام ديالهم، غادي يدوز شهر ونص على الاختفاء ديالها. حتى نهار الجمعه 28/10/2023 البوليس غيوصلهم واحد الاشعار انه التليفون اللي كيقلبوا عليه شعل، وفي نفس الوقت غيبين لهم البلاصه اللي كاين فيها التليفون. غادي يمشيو بسرعه للبلاصه باش يشوفوا عند من كاين، هو السيده اللي كيقلبوا عليها شعلاته او عند شي حد اخر. مني غيوصلوا غادي يلقاو التليفون عند واحد الشاب. من بعد ما غادي يعتقلوه باش يحقوا معاه غيسولوه على التليفون ديال من ولا منين جاك. غيقول لهم انا ما عندي حتى شي علاقه بهذا التليفون، انا راه غير شريته من عند خالي. هادشي اللي غادي يخليهم يمشيو يشدوا الخال ديالو باش يحقوا معاه. في الاول كان كينكر، ولكن من البوليس زيروه اعترف ليهم بكل شيء وقال لهم انا هو مول الفعله، انا اللي قتلت هاد السيده. الاول اجي نتعرفوا على هاد المجرم واللي الاسم ديالو عبد المجيد. عبد المجيد بحسب الشهود والجيران انه كان واحد الانسان اللي ظريف وخدوم وفيما بغيتيه كتلقاه، مزوج وعنده وليداته وساكن في عين السبع، وعنده واحد الدار في المنطقة في سيدي حجاج كان مستافد منها في دور الصفيح أو الكريان. صراحه صدمنا، ما يمكنش، يعني شيء مروع بصراحه. تفاجئنا فاجعه بكل معاني الكلمه بصراحه. ما تيقناش حتى الشخص هذا اللي قال لنا فلان، ما كناش نتوقعوا هذا السيد يفعلها، لان هذا السيد كنعرفوه ظريف وجارنا لمده اكثر من 20 سنه. وملي قالوا لي فلان فلان اذا كان هو، يعني قلت لهم راه ما يمكنش. شوف الله اعلم، شوف واش وقع. شريف كتعرف لي يعني رجل طيب، هذا السيد اللي قال طيب، من اطيب خلق الله. الرجل كان عنده تيترزق الله، كان عنده جاي شي 58 60 عام. المهم عبد المجيد في الأول كانت عنده هوندا كان كيعمرها بالتيسير والخضرة وكيبيع ويشري. من بعد من حسب مصادر واللي كيقولوا انه شي نهار دار بها كسيده وقتل شي واحد ودخل الحبس وحيدوا ليه البيرمي. من بعد ما خرج شرا واحد الموتور اللي هو تريبورتور، يعني عربة ثلاثية الدفع. المهم غادي يبقى في السعين السبع، ومعروف عليه انه اللي بغى شي سخرة ولا شي حاجة كيجيبها ليه. المهم نرجعوا للسيدة اللي قلت لكم عليها في الاول. كانت هاد السيدة واللي في العمر ديالها 72 سنة، مرا ميسورة الحال وساكنة غير بوحدها. وحيت كانت مرا كبيرة كانت كتعيط لعبد المجيد يتسخر ليها يجيب لها اي حاجة خاصها بحال البوطه الخضره، يعني كانت هذه العلاقه اللي بيناتهم. المهم كانت كتثيق فيه، ومني كنقول لكم انها كانت كتثيق فيه يعني مسكينه ما كانت كتخبي عليه حتى شي حاجه، وكانت مهليه فيه وكتعطيه الماكله والفلوس. هاد السيده كان عندها تليفون اللي هو الايفون، شافوا انه غالي وغادي يجيب ليه الثمن، ففكر في خطه جهنميه على انه يقتلها وياخذ ليها تليفونها. اعترف المجرم البوليس انه ذبح السيده وقطعها. قالوا ليه فين درتي الجثه؟ قال لهم راني دافنها في الدار اللي كاينه في سيدي حجاج. مشاو البوليس والدرك الملكي لمنطقه حي الرياض في سيدي حجاج التابعه للمديونه باش يتاكدوا من هذا الشيء اللي اعترف به هذا المجرم. مشاو للدار وحفروا حتى لقاو جزء ديال الجثه، وفين هو الباقي؟ من يسولوا على البقيه ديال الجثه قال لهم راني دفنته في بلاصه اخرى
كاينه نيت في سيدي حجاج، وهاد البقعه جات شوكه. هنا البوليس غادي يجيبوا جوج ديال الطراكسات وغيمشيو للبلاصه اللي قال ليهم المجرم، ونهار كامل وهما كيحفروا، وبالضبط نهار 30/10/2023 حتى غيتفاجئوا باللي كاينه في ديك البقعه جثه تانية. كيفاش جثه تانية وهما كيقلبوا غير على الكماله ديال الجثه ديال السيده اللي قتل؟ من بعد ما بداو كيحفروا لقاو الجزء الثاني ديال السيده، ولكن معاه واحد جثه رجل اخر. هنا في البوليس غادي يرجعوا عند هذاك القاتل المتسلسل وغيزيروه باش يعترف ليهم بهذا الشيء اللي لقاو وكيفاش قصه الجثث الثانيين. وهنا غادي يعرف باللي صافي حصل وما عنده فين يهرب، وغيعترف لهم بالجرائم ديالو، على انه قبل ما يقتل هاد السيده كان قتل جوج ديال الناس. اول ضحيه ليه كانت واحد السيده واللي الاسم ديالها فاطمه، كانت ارمله وعندها بنت، وحتى هي غبرت مده عامين، وعائلتها حتى هما كانوا كيقلبوا عليها، ولكن ملي كانوا كيعيطوا ليها كان كيجاوبهم شي واحد وكيقول لهم على انها مشات مع الزوجه ديالي لمراكش وراه عايشه بخير وعلى خير. هادشي اللي خلى عائلتها يقولوا يمكن هي اللي بغات تمشي لمدينه اخرى، ويمكن تكون تزوجات وما بقاتش باغا ترجع. السبب اللي خلاه يقتلها حتى حد ما عارف، ولكن السبب باين، هو السرقه والطمع اللي خلاه يقتلها ويدير فيها هاد الحاله. من وهي غايبه عامين، وهي كانت في دارها في سيدي الحجاج مشاركه مع واحد السيد جارنا تا هو. جارتك كتشوف فيها تدخل عندك؟ ماشي جارتي، كتحيدش من عندي، كتجي عندي بزاف، كتجي من عندي، دي من عندها بنت وحده، والده ما والداش، هي من غير بنت وحده سميتها فاطمه زرار. وشنو وقع لها؟ ما عرفناش كيفاش وقع عليها. كانت في دارها الصباح تعيطوا عليها، قالوا لها تعالي راه الدار محيدين لها الشراجم، والدار عيطوا لبنتها، عيطوا على بنتها، قالوا لها الشراجم راه محيدين والدار مسدوده. ملي دخلت بنتها لقات الدار مسدوده، ما فيها لا حاجه، لقات غير الشراجم ديال الدجاج ما كاينش. السيده ما كايناش. سولت عليها، مشات لدارك الملكي، مشات عيات ما تقلب، قلبتي انتي؟ انا قلبت معاها، جرينا والو ديك السيده في بالكم ديك اللحظه كيفاش جينا دابا هنا؟ لا طاح لكم في بالكم ديك الساعه ملي غبرات؟ شنو قلتوا؟ كيقولوا الناس كل واحد اش كيقول لك، شي كيقول لك دا واحد في مراكش تزوج بها، شي كيقول لك ما عرفت تزوجت، شي كيقول لك راه اختفات، شي كيقول لك ما عرفناها ميته، شي كيقول لك ما عرفناها حيه. ما عرفناش القصه ديالها كيفاش تلتجت هذه الجريمه اللي بان دابا مع مجيد. شنو سمعتوا؟ سمعنا بان راه السيد واحد السيده هو كتعرفوه ساكن في كنعرفوه، كان في دوار حسيبه. اش كيدير هذاك السيد؟ كانت عنده هوندا، محيد الهوندا، شو قال ولات عنده داك موطور، داك هذا شويه ما بقايش. المهم حنا تحولنا، علاش ما كيبانش عليه؟ ما بيناش عليه بان انا اختات لي ولا شي حاجه. المهم حنا ما بقاش بينا وبينه، حنا تحولنا 4 سنين هذه باش تحولنا، ما بقيناش كنعرف. هو ما محولش معكم تما؟ هو تو عطاو الصفات، ولكن بعد صافي من تحولتوا تحولنا، ما بقينا نشوفوه، ما بقيتش يشوفنا. يعني كان ما بقيناش تفرقنا، كل واحد فين زاد. السيده اللي حداه، السيده اللي هي بنتها بحال بنتي وهي بحال اختي. وبقينا كنقلب انا وبنتها، عندها بنت وحده، بقينا كنقلب. ماشي فقدناش، ديما المجروحين، ديما كنقول لكم كانت ماتت وعرفناها ماتت، بعدا ندفنوها ونبردوا وتزوروها. ما عرفناها واش ميته، ما عرفناها واش مزوجه، ما عرفنا واش اختفات، ما عرفنا واش قتلها شي واحد، ما عرفنا حتى شي حاجه عليها. كنسولوا ديما بنتها كتبكي بالليل وبالنهار، كتقول لكم كانت عمي دفنتها يبرد لي القلب ديالها، كون عرفت عمي مزوجه يبرد لي القلب ديالي، ما عرفتش. الضحيه الثانيه كان عساس في ديك المنطقه، واللي غبر حتى هو مده عام ونص. حتى هو عائلته كانوا كيقلبوا عليه وما لقاوش ليه الاثار. واللي غريب في هذا الشيء انه عبد المجيد كان دائما كيجي عند عائلته كيسول عليه وكيقول لهم واش كاينه شي خبر عليه. اسباب اللي خلاته يقتلو حتى حد ما عارف شنو السبب، ولكن كيقولوا الناس اللي مقربين منه على انه كان باغي يشري من عند عبد المجيد شي دار ودفع ليه 4 ديال المليون، ولكن ولادو ما بغاوش يمشيو تما، فطلب من عبد المجيد انه يرد ليه فلوسه. ويقدر يكون هذا هو السبب الخلاف اللي خلاه يقتلو ويدفنو تما. هادشي ماشي اكيد 100%، كتبقى غير هضره حتى حد ما عارف السبب اللي خلاه يقتلو. عبد المجيد نجح بداك الوجه المنافق اللي كان كيبين الناس انه يخفي الجرائم ديالو، ولكن دائما كيف ما كنقول لكم انه الروح عزيزه عند الله. ملي اعترف البوليس باللي هو اللي قتل السيده وجوج ديال الناس اللي لقاو الجثث ديالهم، قدروا البوليس يفكوا خيوط الجريمه البشعه وتم الاعتقال المشتبه فيه في ارتكابها.
هذه هي الأخبار اللي كانت رائجة، وداروا إعادة تمثيل الجريمة. من الأسباب اللي خلات هذا المجرم يدير هذه الجريمة كتكون نفسية أو مشاكل وقعوا ليه في الصور ديالو، كتكون بزاف اللي كتخلي الإنسان يولي قاتل متسلسل واللي كيتعرضوا ليها في حياتهم بحال الحقرة، ويبقاو حاقدين على الناس اللي ما عندهم حتى شي ذنب بداك الشيء اللي داز عليهم، خصوصا إلا كانوا حسن منهم ماديا ومعنويا. وأنه دائما القاتل المتسلسل واخا يبان ليك إنسان عادي وبعقله، راه كيكون معقد داخليا وما كيبينش. وهنا كتكون سالت القضية ديال اليوم، وبسلام عليكم في قضية جديدة.